البريوش الفاخر أو الخبز الفرنسي رح نحضره اليوم. هو بيتحضر بزبدة وبيض. رح نحضره اليوم بوصفة جديدة بدون زبدة وبدون بيض، بطريقة كتير ناجحة وسهلة واقتصادية، بمكونات متوفرة وموجودة بكل بيت. بيجي خفيف كتير ولذيذ وشهي بحشوات متعددة ومختلفة. فيكن تحشوه بالحشوة اللي بتحبوها. أنا حشيته بالمربى والشوكولاتة. يلا مع بعض نتابع الوصفة لليوم. بداية رح نحط المكونات السائلة. عندي نضيف كوب ونصف من الحليب الدافئ مع ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر. بنضيف عليهم ملعقة خل اختياري، بس أنا بحب أضيف هذا المكون بيعطيه كتير لون رائع. بعدين بزود كوب ونصف من الطحين العادي المتعدد الاستخدامات. بخلط المكونات اللي حطيناها هلأ جيدا ومن دون ما يضل ولا تكتلات. بعدين نتركهم نصف ساعة حتى يختمروا. بعد نصف ساعة نكشف عليهم ونضيف المكونات الباقية. بنزود 5 ملاعق من الزيت النباتي مع ملعقة كبيرة من حبة البركة وملعقة كبيرة من السمسم. وهاي الخطوة طبعا اختيارية، فيكن ما تضيفوا ولا شي، بس أنا حبيت أضيف هاي المكونات. بعدين نزود كوب من الطحين بالتدريج حتى تصير عند العجينة متماسكة ولزجة بنفس الوقت. أخدت معي الطحين كلياته تقريبا 3 أكواب ونصف. نعجن العجينة بهاي الطريقة، بتكون مثل ما شايفينها لزجة. بغطيهم وبتركهم تقريبا ساعة كاملة حتى يختمروا. هلا إذا كان المكان بارد بياخدوا معكم وقت أكتر من ساعة، تقريبا من ساعة لساعة ونص. ببدأ بشكل الكرات بهاي الشكل. أثناء التشكيل فيكن تحطوا على إيديكن زيت حتى ما تلزق معاكن العجينة. هلأ بنحشو بالحشوات اللي ذكرناها عندكن، الشوكولا ومربى الفريز وأي أنواع من المربيات ممكن تحشو فيها الحشوة. وبنحط الأقراص اللي شكلناها بصواني الفرن وبنحط عليهم خليط التغطية اللي هو صفار بيضة مع ملعقة حليب. بنرش بالسمسم واللي حشيناهم بالمربى بنحطهم بجوز الهند. وهيك صارت وصفتنا جاهزة. حطيناهم بالفرن تقريبا أخدوا معانا من 20 ل25 دقيقة. وصفة كتير ناجحة، بتمنى أنكم تجربوها.